أعظم ما يجنبك آفة الطلاق والشقاق والفراق، ويجعل بيتك بيتا واسعا هينا لينا، من أعظم ذلك دعاء الله تعالى أن يؤلف بينك وبين امرأتك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعو الله تعالى أولئك العباد الصالحون يدعون الله تعالى بأن يؤلف قلوبهم وقلوب زوجاتهم، وأن يجعل من زوجته له قرة عين، أن يجعل من أولاده له قرة عين. ادعو الله تعالى يا أخي في سجودك، ادعو الله بين الأذان والإقامة، ادعو الله في آخر الليل، ادعو الله وأنت تفطر من صومك، ادعو الله إذا مرضت، ادعو الله إذا سافرت، ادعو الله تعالى أن يؤلف قلبك وقلبها. لا تنتظر حتى تنزل المشكلة ثم تدعو الله أن يرفع المشكلة عنك، لا، بل قبل أن تنزل المشكلة ادعو الله تعالى أن لا يحدثها. قل يا رب أدم سعادتي أنا وامرأتي، يا رب أدم تآلفنا، يا رب إني أعوذ بك لي ولامرأتي وأولادي من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وإفساد المفسدين. اللهم رد كيد كل من أراد أن يفسد بيننا، رد كيده في نحره وما شابه ذلك. احرص فعلا على أن تدعو الله تعالى أن يصلح ما بينك وبينها، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.